خير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوني فيه. أنا منار الجيال هقدم معاكم وصفات سهلة وسريعة. ايه ده؟ رز الصيادية وجمبري سهلة وسريعة؟ سهلة وسريعة. عشان مطولش عليكم الفيديو نخش في الموضوع على طول. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوني بلايك واشتركوا في القناة، ده شيء هيسعدني جدا. معانا بقى الجمبري. فين عشاق الجمبري يا جماعة؟ بجد الرز معايا مفلفل وتحفة، يعني أكلة تستاهل بقكم بجد، جميلة وسهلة قوي. ومعايا بقى سلطة بلدي ومعايا طحينة، ويا سلام لو حبة بقى جرجير. الوصفة اهي. معايا بقى كيلو جمبري مغسول ومتشال الشنب بتاعه والسلسلة بتاعته متنضفة. أهم حاجة يا جماعة السلسلة تبقى متنضفة تمام زي ما واضح قدامكم، فلة شمعة منورة. للجمبري هحتاج بالظبط ملح، فلفل، وكمان بصلتين، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. ده لكمية الجمبري بس. وللرز الصيادية رز مغسول وملح، فلفل، وطبعا بصلاية كبيرة، طبعا حبة زيت وطماطماية. التوابل بتاعتي كزبرة وقرفة ورق لورا كمون وزيت. هقدم معاها سلطة بلدي زي ما قلتلكم وطحينة. هبتدي أول حاجة إن أنا أعملها معاكم الرز الصيادية. هجيب البصل بتاعي وهبتدي إن أنا أقطعه في الكبة عشان عايزاه ناعم زي ما واضح قدامكم كده، بالنسبة لي ناعم. وهجيب الطماطمايه بالنسبة لكمية الرز، هي دي بالنسبة لي، هي دي هقطعها مكعبات. وهجيب الحلة بتاعتي احط فيها حبة زيت او شوفوا ايه نوع المادة الدهنية اللي انتوا عايزينها حابينها. هنزل بالبصلة وعليها حبة ملح وكمان حبة فلفل، وكمان التوابل بتاعتي اللي هي كزبرة وقرفة وورق لورا وحبة كمون. في ناس بتحط سكر عشان تسرع يعني البصلة وبتدي تست حلو. بعد ما دبلت معايا حطيت الطماطمايه بتاعتي واقلب. لما البصلة بتاعتي بتتحمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وفي ناس بتغمقها عن كده، بنزل عليها بالمية السخنة زي ما انتوا شايفين واقلبها. وابتدي بقى ان انا اظبط الملح بتاع الرز بتاعي، كمية الرز يعني اللي معايا زي ما انتوا شايفين، وهقفل عليها. ولما تغلي هبتدي ان انا انزل بالرز بتاعي كله على نار عالية في الاول. ولما المية بتبتدي تتشرب شوية بقوم موطية النار خالص. بس كده خلاص الرز معايا خلص تمام. وغطيه. نيجي بقى للجمبري. حاجة جمبري قطعت بصلاية وبقطع البصلة التانية اي شكل انتوا عايزينه. حلة على النار ما فيهاش اي حاجة، دي مغسولة انا مولعة عليها بس. نزلت بالبصل وحبة ملح وحبة فلفل، وهجيب الجمبري بتاعي وانزله. بس كده الجمبري معايا خلص. ولا مية ولا طماطم ولا جزر ولا توم ولا معرفش ايه. مش بقلل من حد، بس هو ده الطعم، انا ليه اغير واحط معاه حاجات تانية؟ ولو اخدتوا بالكم انا في كل وصفاتي يعتبر انا عايزة التست بتاع الاكلة، مش محتاجة اغير فيها ومش محتاجة ان انا ازود لها حاجة. وببتدي اقلب واظبط كمية الملح والفلفل بتاعه وخلاص كده. هو مع نفسه بينزل الشوربة بتاعته. البصل بيبقى اكتر من رائع بجد، بجد تحفة.
بس كده، واقفل عليه، وهو ما بياخدش بتاع ربع ساعة بالكتير. هنا انا بوريك ان هو فعلا انا يعني يعتبر ما سبتوش. هو هنا بقى لسه حتى البصلة ما حصل ما دبلتش حتى، ونزل كمية شوربة رباني. اجمل الوصفات والله. اهي زي ما انا بوريكم، هقفل عليه. انا مش بخليه يشرب الشوربة دي خالص، لا لا، هو ما بياخدش وقت، بالعكس انا محتاجاها، بحبها، بحطها على الرز يعني. هنا بوريكم ان هو فعلا خلص، تحفة. والرز بتاعي كمان خلص، مفلفل وجميل. وهنا انا قدمته خلاص. الشكل والطعم والريحة وسهل يعني، بجد جميل، والوصفة حلوة قوي، ويعني ايه، من القريبين لقلبي قوي يعني. هنا بس عايزة اوريكم الجمبري طالع معايا مظبوط، لان هو لو كتر في السوا بيبقى زي الجلد كده، بيشد معاكم، القشرة بتلزق فيه. بصوا هنا الديل حتى ما فيش، القشرة بتطلع بمنتهى السهولة. اللحمة بتاعته طرية وحلوة جدا. لا لا، تحفة. اتمنى ان الفيديو يكون خفيف عليكم وتجربوه، و... وهستنى رأيكم في الكومنتات، ويا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة.